مشتاق الغلاك والغلا قلبي عطاك. يما من سواك ولا أبد غيرك يمون. عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم أعزائي ومتابعيني ومشاهديني على قناتي مطبخ جورية حلب الشهباء. اليوم إن شاء الله رح نعمل مع بعض كنافة نابلسية. رح أعمل صينيتين. أول صينية رح أعملها بالقشطة اللي عملناها مع بعض فيديو مسبق. رح أحط إن شاء الله الرابط تحت بصندوق الوصف. ورح أعمل صينية تانية إن شاء الله بجبنة موزاريلا، يلي ما متوفر عندها جبنة العكاوي أو جبنة الحلوم فيها تستخدم جبنة الموزاريلا. طريقة كتير سهلة، ما بتحتاج وقت. أول شي هلا بنحتاج مع بعض، بنحتاج تقريبا لنص كيلو أو كيلو كنافة. أنا هاي الكنافة جايبتها من المول، فبتيجي مفرزة. لما بتفكيها من التلج أحيانا بتحسيها ناشفة شوي، فإذا حسيتيها شوي ناشفة ممكن نبخ بختين مي للكنافة بس بحيث إنه نرطبها بس للعجينة، بخة صغيرة. عندي تقريبا كوب زبدة أو سمنة، ممكن زبدة مع زيت وممكن بس سمنة كمان، هاي حرية الاختيار. عندي لون غذائي، اللون الأحمر. في البعض بيفضل إنه الكنافة النابلسية يكون لها لون، هذا لون الأحمر السائل. وفي لون اللي بيجي بودر، اللون الأصفر، بس أنا بفضل السائل أكتر. هاي هي مكوناتنا. بنحتاج لصينية. رح نشوف مع بعض طريقة التحضير. الكنافة لازم تكون ناعمة، يعني بهذا الشكل بدها تكون ناعمة كتير. النابلسية لازم تكون ناعمة، فاللي عندها محضرة فيها تطحن على المحضرة وتصير ناعمة بهالشكل هاد. أما اللي ما عندها محضرة فيها تحطها على المفرمة مع السكين وتفرميها فرم. شايفين صارت معي ناعمة. بعد ما تقريبا صارت عندي ناعمة الكنافة خلاص، رح أضيف السمنة ولون أحمر. برجع بقول اللون الغذائي حرية الاختيار، ما رح أكتر كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا بضل بغلغل السمنة بقلب العجينة حتى اتأكد كلياتها تشربت. انا هون حطيت، رجعت ضفت شوية لون ورجعت خلطت اللون مع الكنافة. هلا فيكي تعززي اللون اكتر من هيك، انتي فيكي خلاص يعني تكتفي باللون الفاتح. انا ما رح اغمقها كتير، خلاص صارت عندي تمام. بدهن سمنة، حطيت مع السمنة كمان كم نقطة لون احمر. برجع بقول اللون الاحمر او اي لون يعني هذا اختياري، فيكي تلغيه ما تحطي لون ابدا. نفس الطريقة انا عم بشتغل فيها بس من عدا اللون. بعد ما حطيت اول طبقة كنافة وضغطتها منيح مشان كلها تطلع مستوى واحد، انا هون عندي جبنة الموزاريلا غسلتها وعصرتها منيح من المي. برجع بقول اللي ما عنده جبنة الحلوم او جبنة العكاوي ممكن يستخدم جبنة موزاريلا طيبة كمان ما فيها ملح. هلا فرق اصبعة، ببعد عن الحواف تقريبا اصبعة مشان ما يحترق معي الجبنة.
هلا هون انا خلصت، الصينية صارت عندي جاهزة. فيني هلا بهالمرحلة هاي اذا عندي ضيوف او عندي سهرة ما بدي احطها هلا من هلا بالفرن، بلبسها بكيس وبحطها بالبراد. وقت بيجوا ضيوفي بشغل الفرن وبحطها بالفرن، بحمرها وبطالعها وبسقيها بالقطر البارد. هلا انا خلصت، بدي احطها بالفرن. الفرن محمى مسبق على درجة حرارة 200، طبعا على رف الوسط. الصينية رح نحطها فقط من تحت، نشغل بس من تحت. بس انا كيف رح اعرف انه الكنافة عندي خلص احمرت واخدت لون حلو واستوت؟ من الحواف هون عندي الحواف هاد بس شفته لم شوي، لمت شوي الحجم الكنافة، لم شوي وعطى لون من هون ذهبي فاتح، معناتها عندي انا هون احمرت تمام. بهدي من تحت على اوطى شي وبشغل من فوق، وبضل الصينية هي بالفرن كل شوي بحركها مشان تاخد حمار حلو من فوق. بس اخدت لون وخلص تمام، طلعت منطلعة. بنحط عليها الشيرة وبنقلبها على طبق تاني. رح نشوف مع بعضنا المرحلة. يما يا نبع الحنان، يا عطر روح المكان، الغلا باقي زمان وانتي اغلى من العيون. يا مشتاق الغلاك والغلا قلبي عطاك، يما من سواك ولا بد غيرك يمون. شوفتك تسوى كثير، والله اني لك اسير. حبك بقلبي كبير وانت لك قلب حنون. ضمتك تشفي عناي والقى في قربك دواي. يا بلسم شفاي، احبك للجنون. يما يا نبع الحنان، يا عطر روح المكان، الغلا باقي زمان وانتي اغلى من العيون. يا مشتاق الغلاك والغلا قلبي عطاك، يما من سواك ولا بد غيرك يمون. شوفتك تسوى كثير، والله اني لك اسير. حبك بقلبي كبير وانت لك قلب حنون. ضمتك تشفي عناي والقى في قربك دواي. يا بلسم شفاي، احبك للجنون.